طيب في الجزء الخاص بمباراة الأهلي، تمام، ونبدأ سريعا. أول سؤال كده، أنا سألت في الزمالك عن تحليل الشوط الأول بالنسبة للزمالك، لكن أنا بقى عايز هنا تحليل الشوط الأول والثاني بالنسبة للأهلي. طيب، اولا هو كان النهارده مارسيل كولر كان بادئ بتشكيله 4-4-2. كان اه، بادئ في حراسه المرمى مصطفى شوبير، وده كان الحل الافضل. هو أنا وعايز سؤال عشان بس اتكلم. أنا والله ما حضرتش الحتة دي كلها. هل مم. هل الشناوي كان اتصاب؟ كان على الدكة. هو ما اتصابش. هو ما يعني دول إيه اتصابش، في النية؟ بس هو قرر ان هو يعتبر. يريح شوبير. مم. الشناوي اسف، بسبب اصابته اللي في دماغه بتاعه المنتخب ديت. هل دي عند فقرر. عشان الجمهور والسؤال اللي سألوه هم والصحافة؟ لو مش لا فاهم السؤال، هو السؤال لما سألوه لا عن شوبير يلعب ولا لا امتى، لا قال لهم انا مش هتكلم في الحوار ده مرة تانية كده لا. يعني. وبص، هو مارسيل كولر طبعا احنا شفنا اخر السيزون اللي فات، او بعد ما الشناوي رجع من الاصابه، كان ماتشين لشوبير وماتش للشناوي. ماتش لشوبير وماتش للشناوي. وده برضه هو كانت الحته بيحب اللي انا دايما كنت اللي يعمل انا الحركة اتفقت. دي. لا اتفقت معاك على انك تفكرني ان انا عايز اشكر مارسيل كولر عن الجزئيه ديت. حلو، دي ويا فعلا بقى فكرة، لو حاجة يدي كويسة فتره، جدا. ان لو حمزة، يدي فتره كمان يا لحمزه. يا أتمنى، بس هو يعني ماتش وماتش وماتش ماتش يا عم مش هينفع. مظبوط. مظبوط، كارثة لان انت موسيقية دي ان هقول شاء لك الله. هقول لك مش فكره كاسه موسيقيه. الفكره ان انت داخل على بطولات كتير جدا. ده صحيح، ممكن بقى يكون في فرص بقى بسبب ده، دوري ماشي. السوبر الافريقي، احنا هنلعب الانتر فيه اصلا؟ طب كونتيننتال. ماشي، دي جديدة. امم هتلعب اوكي، لا طب عد معايا. قول الانتر قول. كونتيننتال، ماشي، السوبر المصري اللي انت فيه كده كده، تمام. خلاص ما والكاس اللي انت هيخلص. انسحبت منه، انت انسحبت كده كده برضه. مفيش كاس بره بره. كاس مصر انت مش فيه خالص، تمام. الرابطة، تمام، فده اللي بعده. الرابطه، دوري وعندك الابطال، الدوري كاس وكأس العالم العالم. للانديه الجاي، اه، والدوري. والعين يابا العين لسه بقى، ما انت انا انت لسه قايل قلت لك انت الانتر قلت دي. كونتيننتال. احنا قلنا ولسه الانتر. قلت لك الانتر بعدها انت كونتيننتال. لو كسبت العين لسه بعدها في حوار تاني، دي ما قصة. بقول لك. وهل انت انت ما انا اصلا لسه. مشارك في البطولة العربية؟ ده سؤال بس عشان اكون برضه فاهم. لا، البطوله العربيه لا اصلا اعتقد انها اتلغت اصلا، او بقت تاخد من مراكز معينه. طب هل في حد من عندنا في مصر؟ سؤال عشان بس كده عادي يعني. اعتقد فيه ممكن تلاقي. اعتقد وممكن يبقى من السادس من الخامس طيب والسادس. كمل بقى تحليل مع الاهلي، اتفضل. طيب، زي ما كلمتك ان في حراسه المرمى كان مصطفى شوبير، وده كان الافضل وده كان الاحسن ان كان يبدا بشوبير بسبب مش كده، انت الاخطاء بتقول في التشكيل وبتضطرني اسالك كمل كمل. لا عادي. في وانا الماتش استنى بتاع اصلا. الزمالك اللي فات، كان الشناوي غلط غلطات كتيره جدا ويعاقب عليها. يعني طيب، شوبير، يعني هل شوبير هيكون هو حارس مرمى نهائي؟ ان شاء الله. اتمنى ده. ده سؤال اصلا المفروض اساله الحلقة الجاية، بس يعني كمل. اتمنى ده. اتمنى ده. كمل ماشي. تشكيل. باك رايت كان عمر كمال عبد الواحد. باك ليفت ايوه كان حلو، ليه مش خالد عبد الفتاح؟ عمر كمال عبد الواحد افضل هجوميا، والنهارده كان في مساحات لعمر كمال عبد الواحد ان كان يعمل ده، بس هو ما استغلش الحته ديت. تمام. وخالد عبد الفتاح دفاعيا عنيد عن عمر كمال، حلو قوي. دفاعيا وهجوميا حلو بيزيد جدا. جامد جدا جدا جدا. وما عندوش التأقلم، او ما عندوش البوز او انه يرجع بسرعة الايقاف ويلحق يعني انه يمشي. يرجع. امم يعني ما ما عندوش عندوش سرعة الحته دي بديهة. بالظبط، حلو. زي عمر كمال. طيب كان نفسي اسالك ايه اللي بيميز ده عن ده، بس هو مش وقته، فهنكمل تشكيلة. تمام. ويحيى عطية الله. امم يحيى عطية الله هو الافضل انا كنت لسه في اسالك، الحته هو دي. هل هو افضل فعلا هو ولا الافضل. سيء كما قال الجمهور ولازم يمشي حالا؟ لا، هو الافضل وهو الاحسن. طب ولو هو ادينا اصلا ايه اللي خلاه فرصه. مش حلو في ماتش السوبر؟ يعني ليه, احنا يعني. كلنا ما كناش حلوين. لا انا هقول بتكلم لك عنه ليه بشكل عام عشان افهم ليه الجمهور قال هقول له مش لك يمشي. ايه هقول لك ليه الفكره؟ ما كانش حلو. امم بص، ما تجيبنيش من اوروبا، على طول كده. وبالذات امم من روسيا، اه، وتقول لي تعالى السعوديه والعب ديربي ده وخش. طقس صح كده، تقصد طقس؟ لا مش طقس. تمام. اصل في فرق اجواء هنا. كلها، جو مباراه. اجواء بالكامل. جو مباراه. بس ما تجيبنيش من تمام. بلد انا ما كنتش حاسس بيها في ديربي، وما كنتش حاسس بيها باي حاجه في لا جو وانت افريقيا. جايبني في ديربي وماتش القمه ونهائي وبطوله من وقمه. ماتش واحد والنهائي مظبوط. مظبوط. وما والزمالك تقوليش خش. ايه ده، فما وتلعب تقوليش يلا اساسي. وريني نفسك. لا، ما انت مش مش هوريك حاجه مستنيني نفسي. غريبه اديك يعني. 120%؟ ما طز ايه لا. عايز مش ايه؟ هوريك نفسي، لان انا مش هقدر ان انا اعمل امم ده. انا محتاج اتاقلم. تمام. بعدين هو ايه اللي كمل يمشي حالا؟ تشكيله، هو كمل راح تشكيله. ينسجم عشان يمشي حالا؟ بدأ النهارده كخط دفاع عمر، اسف، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه.
فانا تمام. معترض ان ليه ما بيشاركش يوسف ايمن، احنا او جايبين عشان اشرف نتفرج داري. عليه، او اشرف داري ايضا عشان نتفرج عليه، او انت جايبهم ليه اصلا كمية عدد؟ لا لا لا، اشرف اكيد اكيد داري كمالة اكيد عدد. هيستغلهم في مشهد ما. ما هو اكيد، بس امتى؟ ما هو ما طيب، تسالنيش في في دي. الكتير قبل ما اخش واكمل نص ملعب، في الكتير قال ان كولر رافض وجود يوسف ايمن، لا، وطلب ان في يناير المقبل، ثواني بس خليني اكمل لك، طب وطلب في انا يناير ممكن المقبل. كمل. هقول لك مم. هرد على اللي انت عايز تقوله. ماشي، في يناير كمل طيب. المقبل اقطعوا اعارته ويرجع للنادي. طيب لو ده كان حلو. حقيقي، ارد. لو ده ثواني، طيب. لو ده كان حقيقي، ليه دخل دكة البدلاء النهارده؟ يا عم ما عنديش غيره، هحط لكم في دقيقة بدلاء يعني، مش اشرف فاهم. داري ايه؟ عشان ما كده عندكش عشان غيره كده برضه؟ عشان كده ده ارد. تسمح لي ارد؟ اتفضل. طيب. صفقات الاهلي: يحيى عطية الله، اشرف داري، عمر الساعي، يوسف ايمن حتى الان. طيب. مهم. اللي كان طالبه، انت دخلتنا في حتة تانية فهحاول أقرأ بسرعة. اللي كان طالبه تمام. كولر اصلا يحيى عطية الله بس. هو كان ليه طلبات طيب. تانية، لكن ده الطلب الوحيد اللي تم تنفيذه. هل معنى ده ان هو رفض التانيين؟ لا، ما هو انت لازم برضه تكون فاهم حاجة معينة. قبل مم. بن رمضان حاجة، وقبل أمير توفيق، وقبل وجود محمد رمضان نفسه والناس دي كلها، وكل الحوار ده حاجة، تمام. وبعد رحيل أمير توفيق والتشكيل الكرة الجديد لشركة الكورة، وبعد وجود محمد رمضان، ده مهم. حاجة تانية خالص. ازاي؟ طيب. طب كان في في حاجة. الأول تمام كمل. كان في الأول مم. أنا ما جبتلكش اللي أنت عايزه، بس أنت أنا معايا دول، هتاخدهم ولا؟ هو برضه بيختار. قال اوك تمام، ما مم. قالش اوك مش تمام. مم. لكن فده يودينا لايه؟ ان انا ما طلبتش ولا اشرف ولا عمر ولا يوسف، بس مم. انا وافقت عليهم بارادتي. لكن طيب. هنا بقى بعد الفتره الحاليه اللي احنا فيها دلوقتي حالا على الاقل، فما مهم. بقاش زي كده. بقى ازاي؟ انا ما مهم. عنديش غير دول، مهم. فسواء انت موافق او رافض دي امكانياتي حاليا. طيب، بس كده. سؤال. فدي انت يوديني لاجابه كنت سؤالك ان هو طالب موافق. كنت طالب زين الدين بالعيد، ما هو ما قلب دفاع. هو ماشي. يوسف ايمن في طريقته الدفاعيه اعتقد ان شبيه يوسف زين ايمن الدين انت بالعيد. جايبه اصلا قبله. مع ان اقول لك على حاجه، انا مش شايف ده. حاول طيب تكمل حوار الصفقات ده بعدين. ده تمام. كلام كتير كده. احنا عايزين نعمل له حلقه برضو لوحدها، حاضر حاضر، نكتبها ماشي. عندنا. ماشي. المهم، برضو كملنا نص الملعب. دخل امام عاشور زائد محمد مجدي قفشه، ماشي. دول كانوا طرفين. وكان ايوه، اللي اوصف جوه، التشكيله، اوصف عشان برضه واللي هم كان برضو جوه نص الملعب خلينا بس نفهم الجمهور حاجه، اني بالترتيب. امم امام عاشور كان هاتها كده ليفت. من الشمال لليمين. ايوه. مظبوط. امام عاشور كان ليفت، ماشي. رايت. ومحمد مجدي قفشه كان رايت، حلو قوي. واكرم توفيق كان على الدايره، مكانه. وكريم ندفيد اللي تمام. بدأ بيه النهارده كان لاعب 8، بس. وكان بيبدأ بطاهر محمد طاهر وبيرسي ماشي. تاو. بالظبط. ما توضيح ان واحنا بنتفرج قلت لي ان بيرستو اصلا راس حرب اساسي، بيرسي تاو راس لكن حربة للاسف انا وضحت لك فعلا. حاجه، ان هو هنا في الخطه بيلعب وهمي، وده مقلل حركته خالص، ومقيده بمعنى اصح، ان هو مركزي ومش عارف العب فيه. كان النهارده اللي فكده بيلعب راس حربة فعلي كان طاهر محمد طاهر، اللي هو اصلا مش راس حربة غريبه. فعلي. وده كان باب اعتراض ليا بعد الماتش. انا كنت معترض على الحته ديت، ما هو اني سؤالي هنا فعلا، اكتشفت هل لو ده. كان هو راس حربة فعلي كان هيكون مختلف؟ يعني هو كده وكده، وكان دور وهمي، اما لو كان فعلي بجد في اختلاف. مين؟ طاهر. طاهر كان فعلي. بس هو المفروض يكون وهمي في الخطة. طاهر كان راس حربة فعلي، بيرسي تاو اللي كان راس حربة وهمي. طب ده بعيدا عن ان كولر المفروض كان يعكس. طب ده ماشي. المفروض، بس طاهر لاني أدى. بيرسي أدى، لا، انا مش وأدى انا ده مش كويس جدا. معترض، انا بس كنت عايز اوصل معاه لحتة معينة، وفي كده خلاص كده طاهر وصلت أدى له. تمام. عمل اللي عليه وأدى الواد يعني لا لا، خلاص. طاهر مظبوط. كويس على فكرة، انا بحب طاهر اصلا، انت عارف ده كويس انا. طيب. تمام. نسأل بقى. تمام اتفضل. انا سألتك عن العوامل قبل كده في ماتش الزمالك، لكن انا عايز بقى العوامل
حددها لي كده اللي ساهمت في فوز الاهلي. عوامل مساهمة فوز الأهلي. مم. طيب، أولا الجماهير النهاردة كانت ملتزمة كويس جدا. ده جدا، من وحتى الأشياء التشجيع وحاجه من عالميه. الأشياء الأساسية. أول شيء تتكلم عليه التزام الجماهير. عايز اقول لك ان احنا واحنا بنسمع برضو الجمهور، او ده كان شغال في خلال قبل ما المعلق يجي، وقبل ما السلام، وقبل اي حاجه في اي دعم، يعني انت فاهم. مم. كان صوته برضه ممتع. هو ده جمهور الأهلي يا سيف على فكرة، وتاخد بالك إن كتير جدا بيحصل ده. طيب، ده حقيقي. ده العامل الرئيسي أو عامل الأساسي. تمام. زائد إن النهاردة كابتن أيمن الرمادي اتكلم قبل المباراة وقال لك إن إحنا لعيبتنا لسه ما تأقلمتش مع بعض. تمام. لعيبتنا لسه مش في طب التأقلم معلش، الكافي، سؤال بس. فأنت سؤال استغلت ساخر. ده. استنكار. كل ده ومش كل ده ما متأقلمين. تأقلموش؟ طب امال لو كانوا سؤال. تأقلموا ممكن يعملوا فيك ايه بقى؟ فعلا. ما انا ما ده محتاج افهم بس. لا، تأقلم وبنيمنا دفاعيا، أنا يعني بتكلم عن دفاعيا. دفاعيا. دفاعيا احنا يا عملنا فيهم ابني، حاجة؟ لا احنا عملنا، بس فريق سيراميكا الغلطة كسميق يعني. الغلطة ولما تدخل فيها بقى أقول لك أني ماشي. تمام. طيب، كمل بقية العوامل ولا كده خلاص؟ أكمل العوامل. مم. آم، ضغط سيراميكا اللي كان زائد. ده عامل الفوز. واو. لا، هو عامل أخطاء. اه، يعني انا لما اضغط عليك انت كتير انت ده الهدفين يغلط. انت الهدفين بتوعك كانوا من غلطات. مفيش مشاكل. اولا، بعيدا عن الهدفين بتاعكم الغلطات، انت الهدف الاول بتاعك خطفته، والهدف الثاني كرة ثابتة. لا، خطفته ايه؟ معلش، انت مش شفتوش كويس اصلا. هو احنا شفنا حاجه؟ احنا ما شفناوش. خطف ايه؟ ما تحللش هدف، لا اصلا ليه؟ انا كمل اسئلتي احسن. تمام، كمل بأسئلتك. مين هو اللاعب اللي يقدم افضل اداء في صفوف الاهلي؟ اللاعب اللي قدم مصطفى أفضل شوبير. أداء. ماشي. نعم، مظبوط، مصطفى شوبير. لأن هو النهارده لولا إن شوبير كنت طلعت خسران بنتيجة كبيرة جدا. انت تمام. كنت هتشيل سكور زي الفل. ده حقيقي. طيب، السؤال اللي بعده. تمام. ازاي اسلوب لعب النادي الاهلي اثر على مجريات اللقاء؟ هو اسلوب لعب بالعكس، هو النادي ما الاهلي أثرش خالص على فكرة. هو ادى أثر الماتش بس عليك لسيراميكا. أنت. بالظبط. أثر عليك أنت. اقول لك لان انت مع مستر مرس مع مستر بيتسو موسيماني فتره من اه. الفترات برضه عمل نفس الحركه، لعب بنفس الخطه، وللاسف الاهلي سيطر عليه سيطره يا كامله. جماعة، لعب بيها في ماشي. بروتوريا. لعب بيها في بروتوريا عشان 5. نعم، ماشي. مظبوط. والنهارده لو ما كانش بريتوريا. فيه شوبير كنا هنشيل نفس ال5 على فكرة بالمناسبة يا يعني. عم يعني مظبوط. طب سؤال مهم بس. يعني تمام. الخطة فاشلة واللعيبة فاشلة وكنا هنخسر خمسة اللعيبه في وستة لولا شوبير. تنفيذها، لعيبة في فاشلة في تنفيذه. تنفيذ الخطه أيوه دي أيوه أيوه فشل. أيوه. يعني إحنا كنا المفروض نخسر، ما نكسبش. صح كده؟ اه. احنا اه. أنا فهمت كده أنت عايز إيه. هي اللي لولا بعده. رعونة سيراميكا وبسالة شوبير وتألق شوبير احنا كنا نشيل مظبوط. وكتير. طيب. والله مظبوط. وكتير. هو سؤال بس عشان أفهم، ماتش الزمالك أفضل ماتش الأهلي ولا أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ كايه. أنا ماتش شايف من الزمالك تحليلكم كده ماتش الزمالك فنيا افضل إن عشان أنتوا الفريقين كانوا بتقولوا إن ند لبعض. الزمالك وبيراميدز أحسن من زميكا. ماتش الزمالك كان افضل عشان الفريقين كانوا ند لبعض، لكن ماتش الاهلي بكل امانه سيراميكا افضل بكتير. طيب، كيف وفوز كان؟ معايا يا بمستحق احمد ولا ايضا. انت ايه؟ لا، ما معاك. أنا هو أنا شايف إنه معايا. إزاي طيب كانت استراتيجية سيراميكا عشان تواجه الأهلي؟ لا، هم كان عندهم ضغط عالي، وكان بيلعبك ب5 هجوم ومش هايبك، وعارف انك مش عارف تعمل حاجه لانك بدات غلط. ليه؟ مظبوط. خلاص أنت جاوبت. ما خلاص. تاني. كان نفسي أحترم، مش عارف تعمل حاجة، بس يعني أنت جاوبت. أنت جاوبت. طيب، أنا سألتكم عن أبرز اللحظات الحاسمة طبعا اللي ساهمت في فوز الزمالك، على فاحكي فكره لي هنا. بالمناسبه انت اصلا تبديلاتك كمان التانية كانت غلط، انت مصر على لا، الخطه. تمام، دي مصر على الخطة اللي عايز الغلط. يلعب بيها. خلاص. انت مصر. ماشي. طيب، قولي لي بس اللحظات الحاسمة في اللقاء بتاع الأهلي. الهدف اللحظات الاول الحاسمة. اه ده لو ما كانش جه اللي بدري مش وتر لعيبة هتشوف. سيراميكا كليوباترا. برضه هرجع أقول لك كل دوت وهم متوترين. يا عم لا، ما اللي هم ما وتر توتروش. اللي قلق سيراميكا.
ولا قلق ما سيراميكا، هي لا لا نفس لا، احمد سؤالي هو احمد انت يا احمد ابني، يعني انا عايز انت افهم. طب هم سؤال. استنى بس، هم هقول لا لك اتقلقوا، استنى هتكلم. اتفضل. هم لا حصل لهم قلق ولا توتروا. هي فكره انك جبت جون بدري في شغلتهم، الدقيقه، في الثانيه 22، خضتهم مثلا. ده ساعدك على انك تكسب الماتش ده. لو ما كانش انت ما كنتش هتجيب. تمام. لحظه تمام. بقى يا محمود. احمد، انت بس انت من كلامك انا برضه عايز افهم. امم سيراميكا قلقانه وسيراميكا متوتره وسيراميكا مش يعني مش كويسين مع بعض ومش متأقلمين يعني ولسه مش وعملت مندمجين. كده. والله طب ما بص، هو هو كلام التأقلم ده مش بتاعنا. انا تمام. ماشي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، القلق والتوتر ده اللي ظهر أول 10 دقايق أو 5 دقايق تقريبا، اه، بالذات في الوقت البدائي. قبل يعني اللي ما هو أنا ينطلقوا سيراميكا ويعملوا اللي عملوه كله في مظبوط. الماتش. تمام. أنا بالمناسبه، نازل. مم. اتفضل. في لاعب اقسم بالله لو اه، كان عارف هتتكلم عن مين. متأقلم فعلا، امم هو كان زمانه عمل حاجات تانية غير اللي عملها. زلاكا واسلام عيسى، اكتر من فعليا كده. دول اللي ما جوش، فعليا. دول اللي ما فعلا. تأقلموش. فعلا. انا كشخص ولا قاي ما تأقلمش بس جاب جون زي الجزيري. لا، عادي عادي. طب هو انا جاب جون. انا انا عايز اقول رأيي في حاجه. انا اتفضل. كشخص بيحب الناشئين ما طلعتش غير بمروان عثمان في كل القصه دي. اه نني طيب. شبيه النني. الواد جامد بجد جدا. وهايل. يا عم هايل انا قلت فعلا. لك امبارح ايه؟ صح، مش انا قلت لك اللاعب ده كويس؟ صح. انت قلت كده فعلا. هايل فعلا الولد دوت. طيب انا عايز اسالكم عن اداء حارس المرمى بتاع الاهلي في الشوط الثاني، مش الاول. ها، مش الأول خالص، اهو الثاني. بص شوبير سيراميكا ما عامة كده الشوط التاني كده، ما حاولش كتير غير في الاخر. بس كان متألق. هو كان متألق طول الماتش، بس اقصد ما انا بتكلم في حته الفرص. معينه اهو عشان بس ده ما تتوهوش معايا فيها. تمام. الاهلي الشوط التاني قرر يدور الكرة. فالحارس ما ف... كانش عليه حاجه نقدر نقيم منها انه كويس او وحش. فسيراميكا ما جاش غير في العشر دقايق الوقت ما ضيعش الشوط التاني. عمل فرص، لكن صح. هو هو سؤال كماتش كان بالنسبه ل 10 مستحوذ. دقايق. هل لا كتير كتير قوي. شكرا جدا جدا شكرا. جدا 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 جدا. بس هو السؤال ما كانش كده. هل العشرة دول يعني صح ولا لا؟ لا لا طبعا. طبعا، ما ما احنا قلنا كانش فيه كتير. يعني. اصل انا لا ما اه. برضو كانش فيه. شفتش 10 دقايق دي اللي احنا ضيعناهم دول. بس نكمل طيب على كده. طيب، هل كان في حالات تحكيمية مثيرة للجدل؟ لا، زي ما احنا لا. اتكلمنا قبل كده في ماتش الزمالك، مم. قلنا لك احنا اللي بنعمل إثارة الجدل بنفسنا. ماشي. لا، ما ممكن في اسئله هحاول اسالها هي لان بتبقى مهمه شويه الناس تهتم بيها لا بس برضو. هو النهارده في ماتش الاهلي احنا ما اثرناش جدل. تمام. مفيش حاجه احنا تشتغل اصلا. لا ما كانش عامة في اي يا حاجه. حتى محمود، الكام نقطه اللي قلت فيهم فين الفار ما كانش عشان جدل، بالعكس هو عشان تاكيد مش اكتر. احنا ما قلناش فين الفار احنا في ماتش انا اللي الاهلي. قلت فين الفار، هو كنت قال فين عايز الفار في اتاكد. لقطة. يا عم انا اللي اتاكد قلت. مش اكتر. لكن هي كانت تمام ماشي. بالنسبه لتفاعل الاهلي مع الضغط بتاع سيراميكا، انا المره اللي فاتت سالتكم عن الزمالك عن تفاعل الجمهور. بس انا شايف خلاص واضح. انا عايز تفاعل الاهلي بقى مع الضغط بتاع سيراميكا اللي انا مش فاهم له حاجه ده. احنا ما كناش عارفين نعمل هو حاجه كان بسبب متقبل الضغط. الضغط. احنا كنا بنوصل، هما الكره كانت بتوصل لخط دفاعنا، وتلاقي بقى ايه، رامي بيطفش، ياسر بيطفش، اكرم بيطفش، هيعملوا شوبير ايه؟ بيصد. او العرب احنا بتقول لهم هو استنوا شويه انتوا وانا يا ملعبك ما جماعه تعادلش صدقوني، إلا لما عمر مم. كعب الواحد طلع وأكرم توفيق ضم باك رايت. الاهلي عنده ياه. مشكله بجد. الجبهه اتقفلت. طب انا اكرم دافع سالتك في بس الاول كويس. ليه مش خالد، صح؟ طب ليه مش اكرم؟ ليه مش أكرم؟ لأن أكرم بقاله فترة، يمكن تقريبا سيزون اهوت بيلعب بص هاف استنى مش بس، بيلعب استنى. هو باك. بيتكلم ان هو تمام. بيعرف يحل الحته دي فسيبه يكمل. أكرم بقاله فترة كبيرة بيلعب هاف مش بيلعب باك. حتى حلو. لما انضم للمنتخب في فترة من الفترات كان بيلعب برضه إيه، في حتة الهاف، ما لعبش من ناحية الباك ده خالص. كويس. تمام. امال اذا ليه انت شايف ان اكرم لما نزل عمل العظمه ده؟ فانت ليه؟ عشان أكرم دي النقطة بتاعته، دي الجبهة طب بتاعته. ما عشان كده قلنا يلعب، ولا الفكره بعيدا عن فكره كده، ان مش وقت نجرب برضه؟ اكرم بيموت على الكوره. اكرم بيموت على الكوره، مش أكرم فكره لو جبهه. مصاب يا سيف، اكرم بيموت على الكوره في اي حته أكرم بيقف لو فيها. مصاب أكرم لو مصاب مم. بيلعب بنفس القوة بتاعته. اكرم لو دي بيلعب مشكله على برجل فكره واحده بالنسبه لي. هيطلع خد بالك انا الكوره. مش ضد الفكره، لكن ضد ان انت بس تتحامل على نفسك قوي لان يعني. أنا معاك على فكرة. مم. ماشي. طيب السؤال اللي بعده، ايه التعديلات اللي عملها مدرب الاهلي خلال الماتش؟ ولا حاجه. ياه. اتفضل يا احمد، معاك المايك. أنهي تعديلات؟ معلش. أنهي تمام. تعديلات؟ احمد، هو انت مش المفروض هتسكتني؟ جيت معايا ليه؟
لا لا يعني هو يمكن لا ما هو الاسئله فعلا مش نافعه فيها سكور. مش نافع فيها. انهي تعديلات او انت بس. بتقولش لسه حاجات يعني بشكل عام هو عدل حاجه في الماتش. احكي لي لا لا عدل ايه عمل ايه. لا ما لا لا، عدلش. انا ما شفتش اضافه يعني. ده حتى يعني كنا طالبين ان كهربا ينزل ما وانا قلت نزلش. كهربا ما وقلت نزلش. وسام بس مش عارف الدماغ راحت فين. وسام نزل. ما هو وسام نزل في حته وقت انا ما كنتش فاهمه اصلا. في وقت بس يعني اصلا خلاص. اصلا ده مش مكان وسام، ولا وسام بيعرف يلعب كده. ما هو بالظبط. طيب السؤال اللي بعده سريعا، هدف الاهلي المبكر اثر ازاي على طاقه سيراميكا؟ بص، المباغتة. المباغتة بالظبط، اولا. من اه اخر هدف انت الاهلي المبكر. خضتني بالهدف. بالظبط، هدف الاهلي المبكر هو اللي ادالك الماتش، والله من غيره ما كنت تكسب، والله جميل تاني من غير جدا. الجون ده ما كنت هتكسب. تمام أوي أوي أوي. طيب تقييمك للهجمات المرتدة اللي كان بينفذها الأهلي في فترة قليلة من الماتش؟ طب انا مش هعلق، خلاص. لا انت ممكن. انت عايز ايه صفر. بالظبط؟ يعني أنت دلوقتي أنا هفهمك السؤال. الكورة كانت دايما مهم. مع سيراميكا، في الآخر مهم. بيعملوا هجمة عليك أيا كان النتيجة تبقى ماشية إزاي. أنت بتاخد منهم الكورة، بتحاول من الخلف كده تعمل بناء بطيء الهجمات، بتوصل معاك إن أنت عملت هجمة مرتدة فتطلع بيها الأمام، توديها تمام بص، لقفشة مع مفهوم. إمام عاشور تروح صدقني كده ما عمل مع طاهر، يعني، فأنت بتكمل بيها كده. ما عملناش بيها مفهوم. مفهومة. حاجه قوي، ما عملناش حاجه قوي. بص كام انت من ما ما مفيش ما عشرة كام من فرصة عشرة. مفيش فرصة مفيش فيش فرصة هجمه بخطوط خالدة. مرتده طلعنا بيها كده ورحنا بيها وشوطنا كرة على بسام جت في العارضه. مفيش مشاكل. مثلا. ما فيش. ما خلاص ماشي. فيش، لانك اصلا عندك مشكله وانا قلتها. انت مش عارف تعوض عبد المنعم فكره الخروج بالكوره، مش عارف تحضر كوره. بص يا عبد المنعم ومحمد فتحي مؤثرين أنا عارف وديانج وكده، مفيش مشاكل. يا وديانج. جماعه فكره، طيب انا مش بالنسبة بتكلم لفكرة دلوقتي. ديانج يا جماعة، عشان عايز اقول على حاجة. ديانج تقريبا في 7 جولات ماضية أنت مرجع قلتها لي قبل استحواذ كده. لفريقه. مم. مرجع استحواذ لفريقه بلاش تضمات يعني. 51 مرة. مش كان 49؟ 49 51 مش تفرق كتير. اللي لا هم أنا رقمين. ماشي. هتفرق يا معاك. جماعه بجد لا لا بجد يعني والله تمام. وده العظيم، رقم ده رقم صادق في أصلا لو خدت في بالك. 7 جولات. احنا أوكي. عندنا مشكله بالخروج بالكوره، ما في بص قلوب انت عندك الدفاع بتاعتنا مش مشكلة عارفه تخرج بالكوره. في الخروج بالكورة. دي رقم واحد. يا جدعان رقم جرب اتنين يوسف انت أيمن عندك والحاجات دي كلها يتحل بس خلص بس ماشي كمل. عندك مشكلة في الخروج بالكورة. عندك مشكلة في الفينش. ما ده الحل دي في من الاتنين. زمان عند كل الفرق المصرية، سيبك من دي. لا هي دي عندك انت اصلا من اه فترة. بس انت النهارده ما كانش في فرص عشان تعمل فينش اصلا. لا يا عم حرام عليكم، احنا كنا حتى بنصرخ فين لما طول كهربا الماتش. حتى لما كهربا جالك. كهربا فينشر كويس جدا. بقول لك ايه يا سيف، ما هو عيد الماتش أصلا تاني، عيد الماتش تاني. يا ابني أنا كنت بتفرج على إيه. يا عم هات، قول لي فرصه، اوصف لي فرصه دلوقتي، قول لي. إيه فكرة، يعني ما فكرة تقوليش مش فاكر. مش ما هقولك هو مش انت فاكر. ما تقوليش الفكرة مثلا. يا استنى عم بس، ما هو انت ماشي. ما تقوليش اديله في فرصة يرد فرصه. عليك طيب. اهدى بس اصبر يا عم. اديله انت ما فرصة تقوليش في فرصه يكلمك. وتقول لي انك مش فاكر، لان كده ما مش انت. هقول لك اني مش فاكر، انا بس هوصل لك فكرة معينة. فكرة شرحي لطريقة الهجمة المرتدة اللي انا كنت اقصدها دي لوحدها اصلا فرصة، صح ولا انا غلطان يا احمد؟ لو انت مظبوط. كنت بتعملها كويس كانت تبقى فرصه. ما احنا كنا بنصرخ ليه دلوقتي في الماتش، فهمني. انت ما كنتش بتعملها كويس، انت كنت بتاخد برضه الكوره تاني. ما بتطلعش بيها اصلا، بتجري وخلاص احنا مش كنا بنتفرج على الماتش مع بعض؟ وبتتقطع. كنا بننفعل عشان ايه؟ عشان هو الكوره بتتقطع. هو عشان انت كنت انت بتتفرج على ماتش اخر ولا كنت بتتفرج معانا على نفس الماتش؟ عشان انت تقريبا كنت تاخد الكوره بتجري بيها، خلاص خلاص خلاص، بر اتقطعت، خلصت، طب ما ضاعت. دي هجمة وفرصة، دي مشكلتك بقى ان انت عملتها حجة الهجمه بقت والفرصه فرصة بتاعت هي فما الكوره اللي كملتهاش. تكون بين الثلاث خشبات. انت الفرص في المزيفه دي ما فرق بين تحسبهاش. فرصة الهدف او الفرصة وفرصة هدف محقق، افهم ده. طب انا بصراحه مش شايف فرصه هدف قوي. مش خلاص بس شايف كده، فرصه لكن هدف، كان في فرص هدف محقق، ده حوار تاني خالص بقى. ولا حتى كان في فرصه هدف. هي كانت كلها مناورات وبس. انت مصمم؟ اه. السؤال كده اللي اللي بعده، بعده يا سيف. السؤال اللي كده اللي بعده. بعده. تشكيل الاهلي اللي انت قلته، هل كان في عناصر شباب؟ في انا مش هسألك مين هم، لكن انك تقول لي بقى ازاي العناصر دي اشتغلت استنى ويعني بس، مين يا احمد الشباب اللي موجودين؟ واستخدموا مصطفى ازاي طيب. شوبير. شوبير. استنى بس بقى، ما انا عايز اعرف مين لا لا الشباب اللي لا موجودين. محمود، اصبر بس. النقاش مين بتاعنا اللي انا الشباب اللي بكلمك عليه ده
انا لا احنا بنتكلم مصري، مش نتكلم اوروبي خالص. مين ده الشباب اللي مش في موجودين كلام، مش طيب؟ كلامنا. سيبك من مصري، مين الشباب اللي انت موجودين؟ انت يا عم عايز انت ايه انت بالظبط؟ قلت تشكيله عايز ايه حراسه المرمى بالظبط؟ مصطفى شوبير، ده انت شباب. شوبير عندك شاب. ده شباب. اه بالنسبه لهم يا عم، خلينا في اللي احنا فيه حاليا بقول دلوقتي. لك ايه، انت عايز شاب، انتوا انت عايز لاعب شاب، انتوا ازاي اصلا بتقولوا انت على شوبير عايز لاعب شاب؟ شاب، انت عايز لاعب شاب. لا لا، رد بقى ولا لا، انت عايز لاعب شاب. قول قول. في الدوري المصري عندك كله ما فيش ولا لاعب شاب. مايلي. بس خلاص يبقى انت غير السؤال، انقل بقى. بس انقل بقى. انا سالت بس سؤال من واقع الكره المصريه. انقل بلا كوره مصريه بلا زفت، انقل. يا عم انت في الكرة الافريقية كلها ما عندكش ولا لاعب شاب. طب انقل بقى بس كده. طب السؤال ما هو اصلا ما انت ما كانش ليك يا تقنعنيش محمود، ان السؤال ما كانش اللاعب ليك افريقيا اصلا. السنه اللي فاتت، سؤال ما كانش ليه اللاعب افريقيا السنه اللي فاتت واللي لعب كل ده في يا الاخر بنقول على شاب. ابني السؤال ما كانش ليك اولا، ما ثانيا نوديها انا وناخد خبره. انا عايز اوصل لحته معينه وبس، سيبنا اوصل لها. بس اصلا مش ليك. اتفضل. كمل يا احمد اجابه السؤال وقول لي. نثبت لغايه دلوقتي لسه خارج من يا الشمال. عم اهدى. يا جدع انا حرام اهدى عليكم فاهم. بقى، بتعملوا اهدى ايه؟ يا رب فعلت في الحلقه. مش همنتجها. غريب. طب مش همنتجها، ماشي. مش غير يا عم السؤال يا عم ولا انقل. انت اسكت. القرف ده. اسكت. هو اللي هو خلاص الموضوع اهدى. مش يعني السؤال مش ليك اصلا. لا يا انا ابني بقى انا قررت يبقى ليه. انا عايز اعرف مين الشباب اللي موجودين دلوقتي. برضو يا عمي يا اه. عمي. ده مصمم. طيب ايوه. عايز تعرف مين اللاعب الشاب في الدوري المصري؟ اه. مايلي قلت حمزة لك. علاء. حمزه علاء. حمزة علاء، مصطفى حمزه علاء. مخلوف. انت ما مصطفى مخلوف. بيلعبوش ما محمود بيلعبوش هيدور اي الشباب حد. كلهم ونقول له بقى مروان، ونقول له مش عارف مين ومين ومين. لا انا عايز الشباب اللي كانت في التشكيله بتاعت الاهلي النهارده. تشكيلة. مش ده كان السؤال؟ ده كان طيب. وانت السؤال، قلت السؤال اه. مش ليك. طيب طب ماشي. سيف، نعم. يعني نكمل مع بعض انا عشان عارف هو. انا عارف انا هوصل لايه. انت قلت طب لي اتفضل. مصطفى شوبير، هل في حد تاني اولا بس؟ هل كريم نيفيد؟ انت عايز من ناحية ايه؟ الصغيرين او اللي هم العناصر الشباب اللي ما بتلعبش، اللي هي الناس بص يا الصغيره سيف، دي. بص يا سيف، مش اولا عشان نبقى فاهمين حاجة. يا ابني شيل مصطلح انت الشباب يا اللاعب، ابني. انت ده اللاعب المصطلح اللي اللي الدارج اقل من عندك للاسف. اقل من شيله. 30 سنة. انت اللاعب اللي اقل من 30 سنة عندك في مصر هنا شاب. ايوه بيبقى لسه اللاعب ايوه، ما عشان ده المصطلح الدارج عندك. طب انا عايزك تحط اللاعب مكان الاقل من السؤال. 30 سنه شاب. طب واللي عنده ماشي. ده شاب. 32 سنه بيعتزل. بنلعب حط كوره معايا امتى؟ السؤال، قول لي ازاي بيتقال. تمام. ثواني بس يا عم. يا عم محمود خد دوري، حط معايا السؤال، قول لي ازاي بيتقال. ما تقولوش. لا ما هو ما هو انت ما مش بيتقالش هينفع كده. تقوله. انت عامة ما ينفعش سؤال زي ده اصلا. ما انت بص، تقولوش. انت اي لاعب زي ما اتكلمت معاك تحت ال 30 سنة هو شاب. يعني واللي معنى فوق كده ال ان انت 30 فوق ال سنه التشكيله 30 بيعتزل. كلها. سنة طب فوق ال انا 30 بيعتزل. سنة انا عجوز. اسالك عن لعيبه معينه. تمام تمام. اتفضل. بالنسبه لشوبير شاب. ماشي. طب استنى، ازاي استخدموا شوبير يعني؟ كان احكي لي عن شوبير في الماتش، واحكي لي عن كريم نيدفيد في الماتش. انا مش عايز اكتر من كده. طيب بالنسبة لا مش هحكي عن ندفيد. بالنسبه لشوبير، لشوبير فهو بالنسبة كان لشوبير هو بطل النهارده الماتش. كان من افضل الناس في الماتش، هيديله كان من افضل التصديات. اللعيب. كان كان ثابت. ماشي. طب ماشي كان ماشي لو ما كانش ياخد منه ذا ماتش طاهر كان ياخدها شوبير. ماشي. لا انا شايف انها شوبير طب لانها خلاص مش استنى بس، بجونين. بالظبط. استنى. ماشي. لان الاهم من انك تجيب الجونين انك تحافظ بالنسبة عليهم، وانت ما حافظتش بالنسبة غير فعلا بشوبير. يا عم فعلا استنى بس. مظبوط. ما بالنسبة كانش بيقول يا لنيدفيد عم انتوا كنتوا رافضين تتكلموا عنه، انا عايز اعرف ليه. عشان احنا مين كنا رافضين لعبه اصلا. نيدفيد ندفد. انتوا انا قلتوا حاجه كنا تتكلم اقول عن لك يا رافضين نيدفيد، سيف. ودخلت في شوبير وتواجده. على طول انت وهو. ما بص احنا اقول لك كنا حاجه، رافضين اقول لك تواجده. حاجه، اقول لك حاجه. ماشي. ندفد اتكلم بقى ندفد قول. ندفد قبل ما يتصاب، لما كان مع كابتن حسام البدري كان اه مركزه ايه؟ باك رايت. باك رايت. مم. تمام. عايزك تجيبها معايا للاخر. لما راح فيوتشر كان بيلعب فين؟ باك رايت او طب ما جناح انت شمال بص على يعني. اصابته وقتها، انا كنت بحكي لك يا عامله عمي، ازاي. يا عم هل سيبك من ده، ما هو انا اصابته، عايز اسالك، هل ده بس سيبك ليه من تاثير اصابته. انا اتاهلت في ايه؟ في سنتين؟ طب كملت. اتاهلت في سنتين. السنتين اتاهلت فيهم دول كنت بلعب ايه؟ دوري ابطال افريقيا. ده رد غير متوقع. هو لا مش المركز اللي كنت هو ما بلعب فيه. كانش يقصد كده، وانا كمان رديت عليه اصلا رد ما هو استغربه، فانت ما تكملش يا محمود ورايا عني. تمام. طيب المركز اللي هو كان بيلعب سيبه فيه ايه؟ يشرح سيبه. هو باك رايت برضه، كان مكان باك رايت عادي. تمام. هو مكان الباك رايت. ماشي. كريم ندفد في الفترة ديت، في الفترة اللي هو كان قبل ما يتصاب فيها، أو الفترة بعد ما رجع من إصابته، كان بيلعب في حتة الباك طب ما هو كولر غير عامة. مراكز بعض اللاعبين.
طب هل انا ما هل كريم اتاقلمتش. نيدفيد مكان محطه كولر بشكل عام وشايف كولر اصلا وحش؟ اه. طبعا. هل كريم اه. نيدفيد افضل حد يلعب باك رايت حاليا في الاهلي؟ لا. باك ايه؟ رايت ما لا. تاني لا. وينج رايت. لا. ممكن. او ممكن. احتمال لانك يعني ايه، طب مش ثابت. لو هتحط تشكيلة الاهلي انت هتصنف لي كريم نيدفيد فين النهارده؟ النهارده امم وينج رايت. وينج رايت. انا كده عايز اوصل لده بس كده. لازم طب نسال ما اسئله ورا بعض مباشره زي دي. ما بدل ما تقول لي شاب بدل ما تجيب لك وتستهبل. المايك. بدل ما انت تقول لي شاب وتجيب لي سؤال مش طب مفهوم، تقول لي كده شاب. الخلل بقى. يعني ما تقوليش شاب، لاني هل في في دلوقتي شاب انا ايه عناصر بس؟ صغيره زي ما قلت لك. من عناصر صغيرين من المنتخب الاولمبي او دول كانوا لا برضه. مشاركين في التبديلات؟ لا. بس ايه، يعني مروان منتخب انهي اولمبي قلنا. مروان؟ معلش. مروان عثمان. هو هو ده 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 كان في اولمبي؟ اولمبي اصلا؟ بس ده شاب. في الاولمبي. لما ريحت نفسي من الشاب عشان اعرف ارتاح منك يعني مش همنتجها ما برضه هو يا ده ما احمد راحش ازاي؟ المنتخب اهدى الاولمبي بذنبنا. اهدى، انا مش والله مش عايز اعمل مونتاج ومش همنتج اللي انا قلته دلوقتي حالا. اكمل اسئلتي ماشي. احسن عشان نسبة تمام. الاستحواذ على الكورة بين الفريقين. سيراميكا طبعا. قلت نسبة على فكرة، قلت نسبة. ما احنا ما جبناش تقييمك نسبة. هو الشخصي. بص، هو كان سيراميكا اللي مسيطر فعلا على مجريات الامور. طب تقييمك الشخصي انا عايز نسبة بس مش عايز تحليل. تقييمي 65 مثلا. 65 لسيراميكا. يس. احمد قول. 67. اهو. كان نفسي اسالك الاتنين دول بتوعي والله بس يعني. عليا. تمام يعني. هو قال لو خلاص. الاتنين دول على ايه؟ ما عايز تعرف على ايه؟ مم. على توازنهم جوه الملعب. طيب طيب برافو. انا في عايز اعرف. توازن موجود. انا عايز في اعرف تماسك موجود. دلوقتي. انت ما بتلعبش بجمهورك، انت مش معاك جمهور اصلا، انت فريق بلا جمهور، وانت اول ما تلعب في الضغط الجماهيري بالمنظر ده. طب وانت اللي ماشي. خدت الماتش كله اصلا. اسمعني. تمام. دلوقتي انا استنى بس انا هسال سؤال تاني دلوقتي حاليا خدت خالص. كان في مشاكل كتير واحنا بنتفرج على الماتش، ناس كتير عماله تقع وتقوم وتقع وتقوم كتير في الاهلي. مم. ليه؟ بدني. اجهاد بدني. اجهاد مفيش حل بدني. غير ده. انت كنت بتعمل انت ايه اصلا عشان عايز تكون بدنيا؟ عايز ايه؟ انت كنت بتعمل ايه من يوم 28/9 عشان تقوى هو انا بدنيا؟ هو انا عشان يعني بعمل ايه حاجه، عايز ايه؟ مش بعمل حاجه فانا مرتاح بدنيا. مش في قصدي. ناس راحت بص يا المنتخبات وما سيف، ارتاحتش اصلا. ثواني يا محمود. بص يا سيف. انا اولا ده سؤال على لسان اولا الجمهور يعني مش اولا تعليق خاص. هجاوبك دلوقتي. ماشي. اولا، انت عندك في الدوريات الاوروبيه الكبرى، مم. تمام، انت من شهر 5 اللي فات وانت مريح. سيبك حلو. من ريال مدريد وبروسيا بس انت دورتموند، انا لان قصدي دول انت كان اخرهم بتتدرب 12 وكنت في 6. معسكر وزي الفل يعني مش قاعد في طيب البيت ماشي. يعني ماشي، فاهم. هكمل لك. وبين كل واحد تمام. منتخب وهكذا وكده. تمام. انت سيبك من ريال والوديات. مدريد وبروسيا دورتموند، ماشي. انت قعدت من 12، يعني نقول ان الاثنين دول من 12 6. طيب يا دول ريحوا. تمام. ريحوا قد ايه بقى؟ 7، يلا حسبنا كده. 8، مم. 9. 3 اهو. 3 شهور. 3 شهور. عملت فيهم ايه 3 شهور؟ ايوه ده شهر سؤال. ريحت. ماشي. شهر ريحت. كده ايه وصلنا شهر. ل7 اهو. شهر مم. دخلت ايوه. معسكر مغلق. بس حلو قوي. تمام. يعني اتدربت شهر كنت شغال تاني اهو. عملت استشفى اللعيبه. حلو عملت استشفى جدا. لعيبتك ولعبت ماتشات ودربتهم ودية انت قد كده. هتعمل ايه، وعملت معسكر مغلق ما هو عليك انت. ده يستدعي بقى انك ما تبقاش عندك اجهاد بدني لان انت اتدربت وخلاص زي الفل. يعني انا انا اقصد انك جاهز مش قاعد لاي فاضي حاجه مش قاعد مواجهاني. بتلعب. يعني فاهم انت قاعد فاضي يا ابني انت لا كان وانت ما خدتش عندك بالك. فرصة مريح. تتدرب يا كويس، ولا سيف يا ريحت ولا سيف يا عملت سيف حاجة. يا مم. سيف انت ومحمود، الضغط المباريات ده ممكن يأثر بالضغط النفسي على اللعيبه. يا ابني انت مخلص امتى بس ماتشات؟ خلاص لا هو كده قال إجابة مفيدة جدا انا عارفك بقى. انت الضغط النفسي، الضغط الماتشات هيأثر نفسيا بنسبة والنفس كبيرة بيأثر على جدا البدني اكيد. على اللعيبة. ايه بس يا ما جدعان، كده. الواد كان منتخب. بيتجوز تاني يوم جبتوه يلعب الماتش خلاص وقعدتوه على الدكة. ما في ايه خلاص بقى؟ بص، خلاص. السؤال اللي منتخب بعده. حرام. منتخب مع فريقه، السؤال اللي مع ممكن بعده. تلاقيه مع تلاقي نفسه مع منتخب أولمبي، السؤال تلاقي اللي نفسه بعده في يا باشا دوكا. خلاص عشان انتوا كده اللي بتقولوا كلام بعد. غريب والله. كده كلام كتير بتقوله ما ينفعش يتقال. ممكن. انت اللي تسأل اسئلة فيها كلام ما ينفعش يتقال. والله بقول يا احمد والله. حاضر. إيه ده؟ حاضر. ماشي ما بقولش خالص يا محمود انا. السؤال اللي حاضر. بعده.
وانا موجود ومش هتنازل عن ان اقول رايي. خلاص ايه اهدى. بس التكتيكات ايه التكتيكات اللي استخدمها سيراميكا عشان هجمات الاهلي؟ يعني بص، تصدق فترة انا من مش الفترات عارف. القليلة شوية كان هم استخدموا المفروض. الانطلاقات، السرعات، بس كده فين المهاره، السؤال؟ الترقيص. تمام. والفئات دي نستخدموا فيها كندوسي، واستخدموا فيها احمد والعرضيات بالحاج. شويه. استخدموا فيها كندوسي واحمد بالحاج، لان الاثنين دول عندهم سرعات شكرا وعندهم جدا. مهارات. شكرا. السؤال اللي بعده. هل ضغط الجماهير يأثر على أداء الأهلي في خلال الماتش؟ وأنت طبعا مفيش حاجه جاوبت اسمها بشكل كده. مختلف. لا، أنت يا جاوبت ابني بشكل بتقول مختلف. يا ابني. يا عم اهدى بس، السؤال ده مش ليك خالص برضه يا محمود. بص يا أحمد، أنت جاوبتني عن الزمالك بشكل مختلف. تمام. تمام. فممكن بنفس الطريقة دي. بص، اولا مفيش حاجه اسمها كده. ماشي. مفيش حاجه اسمها الاهلي اتضر بسبب ضغط الجمهور، طب او ليه؟ الاهلي ما قدمش حاجه بسبب ضغط الجمهور. ليه؟ مم. كويس انك سالت ليه. انت هات لي لاعب إجابة ما سريعة كانش عشان. بيلعب، تمام، ما كانش بيلعب في ضغط جمهوري. ماشي. في مين؟ الأهلي اه. مفيش تقريبا، بنسبة كبيرة مش هتلاقي. طيب انت ازاي تقول لي بقى اثرت سلبا على لا بس اللعيبه، مثلا. او اثرت عامه طب ما على هو ما هو اللعيبه؟ في لعيبه بتبقى مثلا معتاده على الجمهور، بس هي بطبيعتها اصلا يعني بتتنرفز خلاص، طب انت هنا بسرعه، او ان ازاي؟ هي. طب ماشي، بس انت هنا ازاي؟ برافو برافو. تمام. انت هنا ليه؟ خد دوري وانا كمان مبسوط كده. انت هنا ليه طالما انت تمام. طالما انت مش زي عايز الفل. ده؟ اكيد هو عارف، زي مثلا شيكابالا في الزمالك، ما هو عارف. بس اكيد احيانا الجمهور بيبقى فعلا مستفز، بص، عامل نفسي الجمهور زي ما انت مستفز. قلت. الجمهور المستفز تقدر تسكته بايه بقى؟ ازاي؟ بيردك عليه جوه الملعب. بس انت شكرا. النهارده سيء، انت بس. الماتش الجاي تمام بيني زي وبينك. طاهر. بص خد بالك، أنا كنت لسه اصلا هنتقد طاهر قبل ما الماتش يبدا. بس بس ما شفت عرفتش ورد عليك اعملها. من غير ما انت تنتقده. هو اصلا ما لحقش ينتقد ما اول لحقتش الماتش. انتقد، ما لحقتش انتقد. اوكي، انا لسه بحاول انتقدت افهم بقى. منين التشكيله، اتصدمت. انا لحقت انت، انا انتقدت. صح. شكرا. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. واعتقد ان اثناء الماتش قلت لكم طاهر هيجيب جون تاني لو وقعدتوا تنتقدوه، وقلتوا لي طب ماشي احنا هننتقد ونقول عشان يجيب تاني وجاب تاني. ما افتكرش، بس تمام. انا اللي فاهم. بعد. ايه كان دور المدرب في تحفيز اللاعبين قبل واثناء المباراه؟ انا مدرب. ده سؤال عام. ما هو انا محمود مش دايما مندفع. انت قلت. بالنسبه بحاول لايمن، افهم بالنسبه بس. لكابتن ايمن محمود ده. الرمادي. بالنسبه ماشي. لكابتن ايمن الرمادي، احنا اول مره نلعب بطوله، مش اول مره نلعب في بطوله قويه، تاني مره. مم. تاني مره نقابل الاهلي في بطوله برضه حاسمه زي ديت. احنا لازم، احنا عملنا سيزون كويس جدا السيزون اللي فات، بالتالي احنا خدنا كاس الرابطه تاني مره على التوالي. احنا محتاجين ان احنا نبقى، احنا عملنا فريق قوي من اللعيبه. احنا محتاجين ان احنا نبقى ند للاهلي، وده اللي احنا وصلنا له، او تمام قوي. ده اللي احنا وصلنا ليه. طيب، احنا عايزين ايه من اثناء. الماتش؟ عايزين نكسب الماتش. اثناء المباراه، مم. اكيد انتوا ما بين الافضل، انتوا الشوطين، الكويسين. ما بين انا كنت الشوطين. متابعه اصلا، خد بالكم من برضه من خلال الماتش، كان عمال يتكلم مع اللعيبه انتوا تقدروا تعملوا حاجه. ما بين الشوطين احنا كويسين، احنا الافضل، احنا الاحسن. مم. احنا نقدر نعمل حاجه. احنا طلعنا خسرنا الشوط الاول، صح، طلعتوا متعادلين، كانوا متعادلين، متعادلين. اسف، متعادلين الشوط الاول. وانت الافضل، انت الاحسن، انت الاجمد على ارض الملعب. انت تقدر تعمل حاجه، تقدر تستغل ده، تقدر تستغل التوهان اللي هم فيه بسبب تغيير الخطه اللي هم عملوها، وتقدر انك تعمل ده. وتقريبا ده نفس اللي فانت قاله كولر بين اعمل ده. الشوطين برضه. كولر اللي قال كولر من وجهه نظري ان احنا لسه خسرانين بطوله. للاسف عشان الجمهور قدامك خسرنا. زعلان، كجهاز ككل. ما هو ده عشان كده كنت بتكلم بقى على موضوع ضغط الجماهير في الحته دي. بس كمل بقى، كمل. ماشي. تمام. مم. احنا لسه خسرانين بطولة. احنا محتاجين نبذل كل الجهد، مش هقول لك ربع ونص، لا، كل الجهد بتاعنا عشان ناخد البطولة ديت. طب لازم ماشي. نرجع ثقتنا في سيب جمهورنا. سيب الحته دي. انا هسألك سؤال مهم جدا جدا، عشان ده ممكن يكون فيه نقاش طويل. تمام. كيف تعامل، ماشي، مم. الاهلي مع الشائعات ضد مستوى اللاعبين قبل المباراه؟ لو فهمتش قول اشرح لك. أنهي شائعات؟
الخبط اللي كان بيحصل كتير عند امام والقضايا وغير امام بقى، يعني قيس على كده كتير. يحيى بص، السيء اللي لازم يرحل فورا. طاهر بالنسبة اللي ل... اصلا مش المفروض يبدا، نيدفيد بالنسبة ل... اللاعب الوحش، الشناوي لا يبدا ولا شوبير كده بالنسبة بقى. لإمام. وفكره ف هاني اللي اتصاب، فدي كانت مشكله طبعا يعني. بص، بالنسبة لإمام أولا، ده هي غير يعني مرفوضة بالمرة. كده مم. كده إمام بيتهاجم من جمهور الزمالك أصلا، اوكي. وكمان بيتهاجم منك. ما انا بيتهاجم بتكلم منك بقى ليه؟ في كده، ما الاهلي تعرفش. عمل ايه كاهلي، كنادي بقى وجهاز ولاعيبه وكده. كجهاز، طيب، أولا البطولة دي لو خسرناها يبقى فيها عقاب مادي، زائد إن أنتوا أصلا كده تبع كده متعاقبين الكواليس حلو ده، ماديا. كمل. لا، ما هو ده لازم اللي يتحكي. لا لا، اصل حصل فعلا، فعشان كده ماشي كمل. تمام. انتوا كده كده متعاقبين اصلا ماديا، انتوا مش اصلا صح. محتاجين ماديا عن لا استنى ماديا. بس، انت عرفتها منين؟ ده هو اصلا ما اعلنوهاش. لا، اعلنوها. اعلنوها؟ ما السوبر اعلنوهاش. الافريقي لا ما تاني. دي ما ده كلام اعلان او طب كمل ماشي، كمل. تمام. اولا، انتوا كده كده متعاقبين ماديا. هتتعاقبوا ماديا اكتر فعلا لو خسرتوا الماتش بتاع سيراميكا بالذات. عايزين نوصل للنهائي. حلو. بسبب دافع لينا احنا داخلين سيزون جديد، داخلين سيزون قوي، داخلين على ماتش العين الاماراتي، محتاجين يبقى معانا دافع على الاقل لو بنسبة 50% للماتش العين، لان العين متلككين لنا. وعايز اقول لك على حاجة، ان ماتش ايوه العين ايوه. دون يا قاتل يا مقتول. انا عارف. اللي بعده. وده خلاه في وقتها. ايه هي العناصر الاساسيه اللي خلت الاهلي يعرف يكسر دفاع سيراميكا؟ علق الاخطاء. الاخطاء. علق بقى، انا عايزك تعلق. ما انا هقول لك ما اهو. هو بيقول اهو. الاخطاء. الهدف الاول انت جاي من عن طريق مباغته، كان عن طريق مم. غلطة يعني نفسي من حد يوصف هدف ده اصلا. كمل. يا الكرة عادي ملعوبة، بص يا ما سيف، فيهاش أي مشكلة. هي كانت السنترة، سنتر سيراميكا، دخل طاهر في النص، لمس الكورة شاطها دخلت جول. الناس بتاعت سيراميكا دي كانت فين؟ كان اتفرج. كمل يعني. هو دخل في النص وسطهم قبل ما يباصوا لبعض، يعني تقريبا واحد كان لسه سنتر، بيرتبوا واحد نفسهم ولا ايه؟ سنتر التاني ملحقش يلمسها، طاهر اللي ماشي لمسها قبله. كمل يا دي ابني. حركة ذكية جدا من طاهر. موافق. طاهر اللي كان إيه يعني، دي حركة ذكية فاطن جدا. اكتر. ذكية جدا من طاهر. طيب كمل اجابتك ولا اسال السؤال اللي بعده؟ لا، اللي بعده. طيب اللي لأن بعده. برضو الهدف التاني نفس الطريقة. غلطة. لا لا، التاني كانت على الطاهر، كانت جامدة قوي، بس كانت ضربة ركنية حلوة يعني. طيب اللي بعده السؤال اللي بعده. اللعيبه مم. اللي بدلها، احكي لي عنهم مع ادائهم بقى من. اللعيبة البدلة. أنا ما بصراحة مش فاكر أثروش، البدلة. ما أثر، شفت، بس مفيش ما تأثير. أثروش. مفيش ما هو تأثير طالما أصلا. أنت مش فاكرهم يبقى ما أثروش. انا مش فاكر منهم غير وسام والشحات. حقيقة. بس برضه ما أثروش. ماشي لا مروان برازو. عطية. وسام خطف كورة ولا اتنين بس، بقى يعني. الاستراتيجيات اللي نجح الاهلي ان يطبقها في الماتش، أنا عايز أقول لك على حاجة قبل ما ابعد أجاوبك عن على الخطه السؤال. عشان كانت خطه لا، فاشله. مش هقول لك عن الخطة. مش هقول لك عن الخطة خالص. ماشي. انا عايز اقول لك اني انا ما اعرفش اني مروان عطية نزل غير من التقييمات. انا ما كنتش فاكر نازل اصلا، دي معلومه اول مره اعرفها حالا منك دلوقتي. ايه طب رايك؟ شاطرين شكرا شاطرين جدا. كده. وأنا اللي كنت بتفرج على ماتش تاني. لا انتوا زي الفل، انتوا زي الفل جدا. بس لا شكرا. بعيد عن كل ده، فاهم الماتش كان حلو يعني. ماشي كمل يا ابني، جبت السؤال ده. انت قلت ايه سؤالك؟ ايه السؤال تاني؟ ماشي. الاستراتيجيات اللي الاهلي نجح يطبقها في الماتش، يا ابني بعيد عن الخطه، انا قلت بعيد عن الخطه خالص. ما هو ما فيش خطة بدون استراتيجيات. لا جوه الملعب بقى مفيش. حد عمل حاجه كده هجم ما يعني. عملناش حاجة، مفيش كلها حاجه. حاجات فردية. مفيش حاجه. كل المجهود اللي انت عملته مجهود فردي. يعني كله على الفاضي وخلاص. كله على الفاضي كله خالص. هبل. انت لولا الغلطه اللي احنا جايبها في بتاعت الهدف الاولاني وكنت كسبت الماتش. طب هل بالظبط. ضغط الماتشات هو ليه علاقه بتاثير اللياقه البدنيه في اه. الاهلي؟ اه. انا زي ما اعتقد قلت ان ما لك. حدث طب يا النهارده عم سيبه. هو، ما هو انا اللي كنت زي. ابتدي، هو اللي دخل طب مكاني. ماشي، كمل ماشي. اتفضل. شكرا، نسكت بقى. المهم، انا اتفضل. غلطان. لا صح. سيبها انت. المره الجايه مش هديك فرصه. صح كده. هجيب في الجون وهقطع الكورة عادي. كمل. ورينا عملي، اتفضل. طيب، اعتقد كولر
حاطط في دماغه انه عايز يوصل النهائي، وفي نفس الوقت هو دايما بيكون حريص انه ما يطلعش كل اللي عنده لما يكون عارف ان البطوله من ماتشين، ولما يكون عارف ان في ناس متربصين له وعايزين يشوفوا حاجه. هو كده كسب بالطريقه هو شايفها صح بالنسبه له، وما عملش تكتيك الفريق اللي هيقابله في النهائي يمشي عليه، ولا ظهر اي لاعب ولا تحركات اي لاعب ولا اي حاجه. يعني جوميز اللي كان قاعد 90 دقيقه اتحداك انه طلع بحاجه. طيب انا طيب اتحدى اي شخص يقول لي جوميز طلع بحاجه. طيب ماشي، هو اولا انا عايز اسال سؤال. في اتفضل. اصابات؟ انا والله كنت مركز لا محضر اسئله لا ما مفيش. شفتش اجابات. مفيش اصابات صح؟ لا طب احنا في السليم الحمد لله. احنا زي الفل. احنا في السليم الحمد لله. بالنسبه لضغط المباريات يا سيف، انت كلمتني حته ضغط المباريات دي بتاثر، بتاثر نفسيا، ولو نفسيا اثرت هتاثر بدنيا. ده اكيد. طيب انا عشان الوقت عايز اسال اسئله سريعه. تمام. فمحمود، دور الجماهير في دعم الاهلي. كانوا في افضل شكل. طيب احمد يا مظبوط. حسام، ايه هي التحليلات اللي عندك عن خط وسط الاهلي؟ بص، خطوط الاهلي النهارده يعني كان غير منظم. اولا اكرم، ما فيش غير اكرم توفيق بس اللي كان مشارك اصلا في نص الملعب. امام عاشور ما كانش بيلعب في حتته، قفشه ما كانش بيلعب في كويس. حتته. بس كانوا ماشي. كانوا نوعا ما على فترات. ندفيد ما كانش برضه في مكانه الطبيعي، ما كانش في تمام. مركزه. حتى اصلا انت بتلعبه 8، اكرم توفيق 6، معرفش، اسف كريم ندفيد 6. حاجه ده غريبه. المركز اللي هو اصلا ناشئ علشانه. اه، هو اصلا اساسي كان بيلعب هنا وبعد كده معرفش فانت اشمعنى انت يعني. بتلاقي انت بتلاقي نص الملعب كله اصلا في مركز غير مركزه ما عدا اكرم. طيب محمود، قول لي تفاعل وسائل الاعلام مع اداء الاهلي في الماتش. ما هو كان في اعتراض، كان في في اعتراض تقليل من اداء الاهلي. رغم انف كولر. ما علينا شفت. يعني. انا شايف ان المقوله دي حتى لو صح ما تتقالش دلوقتي. او ما تتقالش كده. ما اعرفش هم قالوها ليه اصلا. عشان ده في الاخر مدرب النادي، فيعني ايه يعني ايه. طيب اكيد هو مش عايز النادي يخسر ما هو ده برضه، اكيد. طيب قول لي يا مهما احمد عمل في تكتيكات غلط. ماشي. بس في تمام. استنى النهايه بس عشان الوقت. ده ماشي. كاريره هو. طب ماشي، قول لي يا احمد، الاهلي محتاج ايه عشان الماتش الجاي؟ محتاج يظبط. استنى يا عم، قلت محتاج السؤال مش يتعدل. ليه مش ليه. تمام جدا. تمام جدا. ولا يظبط، انا غيرت النظام فقلت لك محتاج يتعدل. طيب محتاج الاهلي نص ملعبك محتاج. يتظبط. سيب يا محمود يا سيبه نص يتكلم ملعبك في محتاج سؤاله. يتظبط. محتاج يتظبط نص ملعبك. ماشي. يتظبط ازاي؟ يتظبط بمروان عطيه. بس النهارده انت حلو كنت محتاج قوي. مروان عطيه كتير جدا جدا كهربا طبعا جدا. في الهجوم. ارجع لا سيبك من الكلام دلوقتي خالص. ماشي. ارجع لطريقتك الرئيسيه. 4 3 4 3. 2 3 1 او 4 3 3. تمام. العب باي شكل من الاشكال اللي انت متعود عليه. ما تلعبليش، ما تقوليش ان انا النهارده اهو هقرر هعمل خطه جديده بكادر جديد وهلعب ب ماتش 2 زي ده 5 1 وحاجة غريبة 6. جدا لا. ما انت ينفعش. بتقول ايه؟ ما هو بقى بقول كام مثلا. واحد أي دول؟ يا عم ما استنى. 20. أصلا 5 6 المهم 11، فلو جينا يعني تبقى في الآخر تلعب 14 لاعب. هو قال كمل هو يعني. قال 2 5 الفكره من 1 الموضوع. 6. هو على الفكره فكرة من مش صح، الموضوع هو بس عايز قصدي. يوضح فكرة يعني الناس لازم انا تفهم. انا انا حبيت يعني اقول حاجه في الحته دي. مم. ان انت ما تجيش تقول لي النهارده نخترع خطه. ما تجيش تقول لي طيب انا النهارده اصل انت مش المانيا ولا ايطاليا. لا ورق يا عم، حتى لو أيا ولا كان. المانيا ولا ايطاليا لو قرروا يعملوا ليه خطه فجاه أصلا؟ هينزلوا بيها كده. طيب محمود، سؤالك عن الروح المعنوية للاعيبة الأهلي بعد الفوز. مش مرتفع قوي لان الجماهير ساخطه. بعد كل اللي عملوه ده هم كجمهور مش الأهلي، شايفينهم عملوا حاجه. الجمهور بعد كل اللي عمله ده في الماتش جاي هنا طيب ساخط على الاداء. حاضر. شايف ان النادي آه الاهلي فقد الهويه بتاعته من يوم ماتش السوبر ده. شايف ان ماشي. الاهلي كان بيلعب النهارده بدون روح. طيب أحمد، معاك إحصائيات عن الماتش؟ لا. طيب قول لي يا محمود، إزاي أداء الأهلي في الماتش ده يأثر على الماتش الجاي؟ لا ملهوش علاقه. طيب يا أحمد، مهم. هل كان العلاقه في الوحيده بالنسبه لي ان ممكن يكون مم، اداء الماتش ده عشان يأدي الماتش الجاي افضل. خد ودافع زي ما بقول لك، حول السلبي إيجابي يعني. بالظبط. طيب سؤال ليك يا أحمد عن مهم. المشاهد الدرامية أو الأحداث الدرامية في الماتش، كان فيه؟
لا سيراميكا كانت عامله لنا رعب، ده كان فيلم ده اكشن. مش دراما. ده كان ده كان ده كان اكشن. المداح ده. كان ده رعب. كان ده كان اكشن، ده حاجات مش مؤلفة ده يعني. كان المداح الجزء الخامس. اه مفيش يعني، مفيش. طيب ماشي محمود. قيم لي اداء خط دفاع الاهلي، بس قيم من 10، مش عايز تقييم بتاع الحليل. لاعب كده خط دفاع وقيم من 10. رامي 5، ماشي. ياسر. ياسر 2، يا نهار ابيض. يحيى. عمر كمال طب يحيى ماشي. 4، وعمر. وعمر كمال 3. طيب انا عايز بس اتكلم في حته قبل ما ننقل على السؤال ده. طب انا عايز ابدا اتفضل، مش بس سؤالك. تقييمهم كده. اولا هتقيمهم. هبدا بحراسه المرمى. اه طب هتقيم التشكيلة لا كلها. شوبير انا هديله لا 10. مش التشكيله كلها. طب ماشي، سريعا بس التقييم من 10 على طول. اول الخمسه اللي ورا من غير ما اقول اسامي، من رايت لليفت. ماشي. شوبير هيبقى 7 ماشي. ونص. 3 قليل يا 5. احمد على فكره. لا على ايه؟ 3. ما قلت لك من رايت لليفت. لا محمود قال لك قليل، قول على ايه؟ على شوبير. ماشي كده. رايت اخد 3. 3 ماشي. 5 4. رامي 5. اه كمل ياسر 4. كمل يا حبيبي وعلى يحيى. لا رامي 4. ما اسف، رامي الاربعه. ماشي. رامي الاربعه تمام. ياسر 5. ويحيى يحيى نقول 4. من تحت ضرس الواحد ما كانش عاجبه يحيى. طيب لا السؤال مش ما اللي كانش بعده ليك. عاجبني يحيى. ما كانش عاجبني يحيى. زي ما انا اتكلمت معاك وقلت لك انت ما تجيبنيش وتقول لي تعالى خش يلا عشان ما- افرمك. دي حاجة غريبة شوية فعلا ما بتحصل يا عندنا في جدعان تذبحش الكلية. العجل صدقوني، وتقول لي يا لحمتي تعالى افرميني. بس انت تمام. فاهم؟ بعيدا عن كده، هو ازاي هيلعب والخطه بايظه؟ يا عم شايف الخطة بايظة. طب السؤال ليك يا أحمد دلوقتي عن مم. رأيك إيه هي نقاط القوة في أداء الأهلي خلال الماتش ده؟ ويا محمود ما تردش السؤال لأحمد. القوة. امم ما فيش أقولها عايز انا تقولها. هخترع. يعني لان انا مش لاقي يا بصراحة. نهار يعني ما فيش. ابيض، قال لي ما تردش وانت. لا عشان أنا مش عايز حد يرد في السؤال التاني عشان عايز إجابات سريعة. طيب انا محمود، مش لاقي. هل تعتقد إن أداء الأهلي ممكن يستمر بنفس الوتيرة دي في الماتش الجاي؟ اداء الاهلي كان زي موجود ماتش كده العين. النهارده. اداء الاهلي كان موجود كده النهارده عشان الماتش الجاي. مم. بتنيمهم يعني قصدك، ولا هو ده نفس التكتكس؟ لا لا، الجاي مختلف. بتنيمهم يعني. طيب السؤال يا أحمد ليك. تمام. القرارات التحكيمية أثرت إزاي في أحداث المباراة، هل سلبا ولا إيجابا؟ وقول. ولا سلبا ولا ايجابا لان مفيش اصلا اخطاء تحكيمية من وجهة نظري. مفيش لو قلت حاجه اثرت. قرارات. الماتش كان ماشي زي الفل. ماشي، بس أنا قلت قرارات مش أخطاء يعني. ولا قرارات ولا اخطاء. الماتش كان ماشي زي الفل تمام. يا محمود، إزاي بيتعاملوا مع أي انتقادات ممكن تواجه الفريق بعد الماتش ده؟ الملعب، رد في الملعب. يعني انتقاد ما اللي أنا تركزش ممكن فيه. أرد عليه هو الماتش الجاي. ما فيش حل. تمام. أصلا مفيش وقت أصلا، أنت عايز ترد فين يعني هنا؟ مفيش وقت. طب السؤال ليك يا أحمد. تمام. السيناريوهات بقى المستقبلية اللي ممكن تطرأ يعني على فريق الأهلي بعد الفوز ده. مم. إجابة لا سريعة تاني مش مثلا. فاهمك. يعني إيه السيناريوهات الجاية للأهلي بعد ما كسبنا ماتش سيراميكا؟ لا ترجع للاهلي. انت عندك دلوقتي الماتشين داخلين عليك اهم من بعض. مم. رقم واحد ماتش الزمالك بتاع نهائي السوبر. رقم اتنين هيبقى ماتش العين بتاع طبعا. الانتركونتيننتال. انت محتاج تكسب الماتشين دول عشان تتداخل على الدوري وفي رأيي المصري. كمان أول ماتش في الجولة في الدوري ده رأيي الشخصي. طبعا ما هو ده كده كده. داخل فاهمني، تلعب بعد كده انت سيراميكا بقى، عندك. أصلا عندك عكس ثلاث سيراميكا ده ماتشات أنت. هتطلع عينك. انت عندك ثلاث والبداية. ماتشات او 4 ماتشات تقريبا في البدايه. بعد كده انت عندك اهلي جده السعودي. بالنسبه بس لي مش ده المفروض إن هو تقريبا ده ودي كده كده. فأنت بس بالنسبه لي مفيد ده صح؟ تقدر تجهز نفسك منه عشان تعمل فتره اعداد كويسه. أنت السبب. حد قاعد في سويسرا. كمل يعني، كمل. بس طب قول لي يا محمود. سيف، نعم. انت معترض على انه قاعد في سويسرا؟
لا مش مش معترض انت على السبب، انا مش معترض قد كده. اتحادك انا ونظام كرتك المصرية هو انا مش السبب. معترض انا مش معترض انا عشان كده قلت بقول لك ايه، نكمل لان ده موضوع طويل. انت ما أصل انت جاي لا هتتكلم مش في معترض ايه مش بقى؟ معترض. قول لي ازاي الاداء الجيد ممكن يعني يساعد في المباراه. يعني بص، طب بص، اداء اللاعبين في الماتش ده ازاي ممكن يغيروه عشان يعدلوا مستواه الماتش الجاي يعني. بيرس تاو محتاج يتظبط، امام اه محتاج تمام. يبقى يعني يبقى اسرع ايه، شويه، محتاج يلعب في مكانه مش محتاج يلعب اسرع، محتاج يلعب مكانه مش اكتر. محتاج يلعب في مكانه كمان. ماشي. بس كده في حاجه تانية. لا تمام زي الفل. خلينا نتكلم ان برضو امام لسه مش قايم عايز من تعلق صدمه. في سؤالك بس هعلق. عمر كمان محتاج يعني يستغل الموقف شويه. طيب قول لي يا احمد، مم. تأثير الفوز ده على المنافسة في البطولة على بعضها ايه؟ وكمان المنافسة مع بص العين. هقول لك، مفيش حاجه اسمها انا النهارده العين كسبت. ملوش علاقه يا جدعان. يا عم ثواني انا عايز اوصل يا حتة، هو ابني. هو هو فهمني. اولا اصبر مفيش بس. حاجه اسمها انا كسبت النهارده بص يا محمود، انا عشان قلت هأثر. قبل كده انا بحاول اسئلتي تكون كأن في مشجع بيسألك، فهو فاهم قصدي ايه فهيجاوب على كده. مفيش حاجه اسمها انا كسبت النهارده عشان أأثر على ماتش بكره. مفيش لا حاجه اسمها يعني لا كده. يعني انا كسبت، هل ده ليه علاقة؟ هل ده هيأثر بشكل عام على لا الماتش لا، اللي هو على ده ماتش جاي الزمالك كسبان الجاي بقى يعني مفيش حاجه اسمها كده. كده. طب انا لو مش جاي كسبان ما هاجي طب منين؟ ما بيراميدز لا الزمالك جاي خلاص بقى، كسبان. كده كده انا خسرت، هروح مع بيراميدز بقى واشوف حالي هناك. طب ما ماشي ما هو. فاحنا الاتنين خاسرين زي فخلاص بعض عادي يعني مش موضوع. ما ما ماشي. طب سيراميكا ما هو جاي البيراميدز وخسران. ايه ما هو بيراميدز انا يسيب الماتش بتكلم في لسيراميكا؟ ولا الحته اتنين دي. يسيبوا الماتشات اللي بعدهم ولا ما يلعبوش العبوا اصلا؟ خلاص بقى ماتش كده يروحوا نخلص يعني بيوتهم. والبطوله اهو ماتش هيتلعب. لكن انا بس جاي هي كسبان دي بقى الفكره. فهننزل بقى نعجن بعض او كده فاهم. انا هكمل مكسب بص مش هقف انا كده دي بتبقى فاهم. بتبقى وجهة نظر مدربين. حلو انا اللي قوي. هنزل اسيطر على الماتش، حلو. انا اللي هنزل ابدا، انا اللي هنزل اهاجم، او انا اللي هنزل انا رد الفعل. اسيبه هو الفعل وانا ابقى رد الفعل. طيب. وبصراحه انا ما بيعجبنيش الحته دي بالذات في الكره المصريه طيب عندنا. انت كنت عايز تعالى على سؤال محمود انا عارف. اتفضل. امام عاشور طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان كان في قضيه معموله له قبل كده بتاعت الفرد الامن اللي امم ضربه. بس طلع براءه امام خلاص تمام. هو بص اصلا كده كده امام براءه. ما علينا، لان خير الضرب احنا بنتكلم بس ما على فيهوش الرسمي تشويه. والقانون ورق يعني خلاص. تمام. خلاص هو امام كده كده براءه. بس الراجل هو كان عايز كان يتصالح ما عندوش مشكله والله، القصه قصه حد مش مهم اقول اسمه دلوقتي. مش لازم مش لازم مش لازم. وانت فهمتني. انا فاهمك كمل. آه امام لسه فايق من واقعه. مم. فهو محتاج ان هو يهدى من اللي فيه، لان هو صح. كان بيواجه ضغط نفسي من الجمهورين. زائد انه انت كل يوم خارج، انت كل يوم في مشكله، انت فكان محتاج انتوا يفوق من حتى اللي هو شعره ما فيه. سبتوش في حاله عطت ايه. اه ما هي يعني برضه حتى حته لما اللي حلق. فات. طيب انا دلوقتي آه هسألك يا محمود سؤال، فركز معايا فيه تمام. اسال. آه ال ال ازاي تتوقع ان ممكن يتفاعل الجمهور الاهلي مع نتائج الماتش ده؟ هم ولو في تفاعل هيتفاعلوا قوله لي. هم هيتفاعلوا زي ما قلت، الجماهير متفاعلة سلبيا جدا على كولر وعلى اللعيبة، وشايفاهم انهم فقدوا الهوية ومش مأديين ومحتاجين كلهم يمشوا ومحتاجين كولر يمشي وحاجات كتير كده. يعني ايه فقدوا الهويه وليه كولر يمشي؟ ما بقاش في ثقة بين الجماهير وبين كولر لمجرد انه خسر البطولة. اه لا كمل على اجابتك، انا بس كنت محتاج افهم الحته دي. دي غريبه. فبالتالي انت محتاج فعلا تاخد البطولة دي عشان تخلص الجماهير. تمام. ما تمام. هم محتاجين يخلصوا. تمام. تمام. آه طيب قول لي يا احمد الصوره، يعني ايه هي الصوره العامه اللي ممكن تخرج بيها وسائل الاعلام عن الاهلي بعد الفوز ده؟ بص قبل ما نخرج للاعلام والكلام ده كله، أنا مم. عايز اتكلم في حته اني الضغط النفسي زي ما كنا بنتكلم على اللعيبه. ماشي. اولا انت امام بيتضغط من جميع الجماهير، جماهير جدا. الاهلي، هو جماهير اصلا سؤال، الزمالك. هل محمد رمضان ليه دور ان يقول له ما تقصش شعرك كده، لا اعملها طب كده احسن؟ ممكن ثواني.
هقول لك. انا انا كنت انا جايلك اصلا في السكه دي، لان السكه دي أنا اصلا دي اللي كنت عايز اتكلم فيها. وفي كام حاجه اولا أنا كان نقطه هقولها من دلوقتي بمناسبه الجمهور يعني، بس كمل ماشي. اولا احنا مش في مدرسه، او مش في وحتى في المدرسه على فكره، الجيش. انا مبدئيا في المدرسه ما كنتش بلبس زي المدرسه اللي بيقولوا عليه قوي يعني، انا ما هو عادي. ده كده كده مفيش حد كان بيعمل ده. طب بس خلاص، انت المهم، عايز ايه حاليا يعني؟ كمل المهم كمل. ما وكده على فكره فيش بيجي يقول لك برضه. في طابور الصباح هات ازاي يلبسوا بكره. احنا كنا بنعمل الطالب كده. لا، مش طيب. بعمل كده. انا عن نفسي ما كنتش بعمل كده. المهم، عادي كمل. انا مش في الجيش عشان ابقى ملتزم بحلقة شعري. انا بالظبط مش في كده. المدرسة عشان ابقى ملتزم بالزي المدرسي. انا مش في مكان مقدس ان انا اعمل الحاجة ديت. فاكيد كابتن محمد رمضان ما طلبش منه ان هو يحلق شعره. ولو بالظبط. ولو ان هو قال له احلق بص لا، شعرك. خد بالك، طب ده سؤال اشمعنى على احنا؟ لسان الجمهور، لكن انت لو سالتني انا طيب عشان اعلم المعلومه اللي عندي، لا، مش طيب الكلام ده حصلش اصلا بس. طيب ما تمام. هو ده كده كده. طيب لو قلنا ان هو قال لي ما يحلق شعرك، طب اشمعنى هنتقده، امام؟ بس على فكره هو فيها اشمعنى امان لا مش يمكن عشان هنتقده. هو اللي كان ظهر قدامه وقتها برضه، بس دي مش نعم. مشكلتنا حاليا. يعني امام نزل قدامه مرة فيها لا، بس الشحات لا. ما... في ايه يا سيف؟ لا، ما انت ما تقولش هو كلام ملوش هو معنى هو بقى. هو شايف امام، هو مش كلام بس. ملوش معنى، ممكن يبقى هي ليها افكار ظهر كتير. قدامه وقتها ايه؟ هما اصل كانوا هو اصل فين؟ اصل بص، انا اجابتي ليه تحس انها ملهاش معنى، لانها ما حصلتش اصلا، فالسؤال غلط. طب ما حد يعلق بقى. بص هو فعلا يعني مفيش من الكلام ده اصلا. زائد اصلا ان انت مش مطلوب منك انك تقول لي حاجه زي دي، غير بالظبط. ان انا لما اكون مخالف قوانينك ما اعرفش او قواعدك هل في عقد امام اطلب في مني ده. شعار معين لازم تتعمل؟ لا طبعا. اكيد لا. مفيش هو يمكن ده في، في انا على ما عقد اي اعرفش. لاعب؟ اللاعب. ايه؟ مفيش حاجه في عقد اللاعب تقول لك انت مش عارف تقول لا لازم تحلقه ضروري بالظبط، او البس ده اجباري. ما تلبسش ده، او ما مظبوط. اعرفش يعني مظبوط. انت المطلوب مش منك عارف. كنادي في الوقت الساعه كذا تبقى في النادي، الساعه بالظبط. كذا تبقى مروح بيتك، ولو الساعه ما كذا ما فيش تنزلش من انت البيت بتتغرم خلاص. بالسعر ده، وهم خد بالك برضو مظبوط. اللائحه مقضين عليها اللعيبه كلها، فالغرامات والحاجات دي كلها لكن هم موافقين عليها. مفيش غير كده. لكن شعر ايه انت ومش شعر فاهمني، ايه؟ فاهم قصدي؟ حته تانية كده ولكن لو انا. حطيت شعر، لو طب حطيت كمل. الشعر والدقن والمونوكير والبديكير ما انا والكلام ده مش عارف كله، الكلام ده كله جبته منين. اشمعنى الطلب من امام؟ احنا قلنا. لا، هو السؤال عشان نكون طب واضحين ليه ما مع بعض، فسرناش؟ بانه ما حصلش. اشمعنى مم. امام بقى اللي اتكلمت عنه اصلا؟ ما بس حته هو كده. مين اللي تعبان دلوقتي؟ مين اللي مضغوط؟ مين اللي مضغوط انت نفسيا؟ صح، شاطر. بس كده. انت فاهم؟ كده تمام. فنبهدله، طيب. فنقطعه. خد بالك برضو، انا شايف ان اللعيبه اصلا عندها مشكله معينه كده مع يا رب مش عارف الكلام ده هو اللي ينفع يتقال ما يتقالش، الراجل بتاع ممنوع الملابس، مرغوب قول. الترزي بتاعهم، الراجل بتاع الملابس والحفلات مم. والمول والعزومات، والراجل اللي يجي هنا مع اه. مراته مش عارف فين. تحب اقول لك اسم الراجل ايه؟ لا الحمد مش لله. لازم. مش يجيبوا لازم. اللعيبه وزوجات اللعيبه ويلبسوا هنا ويعملوا هنا ويفصلوا ده ويعملوا ده ايه، ليه كل ده؟ واعلانات غريبه عجيبه خارج نطاق النادي الاهلي، او بمعنى اصح خارج اللي طيب الاهلي متفق مع اللاعب عليه. طيب هل ده مؤثر على تركيزهم، بيخالف؟ اه. لا بيخالف قوانين لا العقد. لا، انا مش بتكلم معاك في النادي هنا خالص. عارف بيخالف ليه؟ قانون العقد. لو انا سالت دلوقتي لو لما كابتن سالت محمد السؤال يا رمضان عم اهدى عليا قايل. بس. تمام. ما تسالش السؤال ده مره تانية، هجاوب لك اجابه مش هتعجبك. لا جاوب. هيقول لك اه. اقول لك انا، مش مم. بيخالف عشان امير توفيق وسامي قمصان راحوا. انت عايز ايه تمام. دلوقتي؟ طب وتقريبا انتهى كولر الموضوع. راح. طيب ما طيب تجننيش يا عم خلاص. طب خلاص يبقى طيب. انتهى الموضوع. ويا ريت ما نسالش تاني عشان ما نقولكش حد من الاداره كمان، لو اهدى لا كده خلاص. نهدى. خلاص. ماشي. خلاص ننقل على السؤال اللي بعده. لكن زي ما قلت لك، هي دي بتاثر على اللعيبه وتركيزها. انا كنت بتكلم في الحته الخاصه بتركيز اللعيبه الاهلي دي. وخد معلومه، يعني انتوا اتنين اهلاويه، طب خد معلومه خلاص مفيده، مم. يمكن تحفروا بيها عليهم ولا حاجه. بس مش هنا، مش هنا. الترزي ده انا مش هقول اسمه غير ان هو قال لي ما تقولش اسمه. هو حاليا مع لعيبه الزمالك. عايز تحفر عليهم، مش هنا. اه ده شغل. سيبه يشتغل، سيبه ياكل عيش. سيبه ايوه، عشان قلت مش عايز تحفير هنا. السؤال اللي بعده ليك يا محمود. ازاي الشراكات اللي بين اللاعبين تعزز الاداء، يعني تعاونهم او اللي هو يعني تعاملهم بالشخصي بقى مع بعض او كده؟
هو بالنسبة للأهلي ما كانش فيه قوي لأن ما كانش في حاجة ظاهرة، بس بالنسبة لسيراميكا فأكتر اتنين كانوا هو متعاونين السؤال سوا عام كده كده بالحاج يعني. وقندوسي. تمام. يا احمد، مهم. ايه تأثير الماتش ده، بس ركز، على معنويات فريق سيراميكا؟ تأثير ماتش على سيراميكا. مم. طيب احنا داخلين على على بطولة الدوري. معنويات الفريق. طيب احنا داخلين على بطولة الدوري، ضاعت مننا بطولة، ما عندناش أي مشكلة، ما عندناش أدنى مشكلة خالص إن البطولة ضاعت. احنا ماشي. عندنا تركيزنا كله في الماتشات المقبلة. عندنا بيراميدز يوم الخميس، هنركز له، احنا عايزين نرجع على الأقل بميدالية عندهم مين يوم الخميس معلش؟ برونزية. بيراميدز. بيراميدز. تمام. لا، عشان انت خدتني من الدوري نقلتني على طول على السوبر، فانا ما اتلخبطت أيوه، لأ معاك. أنا بتكلم على اللي جاي بعد تمام كده. تمام، احنا الغوص. عندنا بيراميدز في السوبر. الساعة 4. طيب. عندنا الساعة 4. ماشي. عندنا الأهلي بعد كده في الدوري، نستعد لهم. مم. احنا مش هنركز دلوقتي غير في ماتش بيراميدز الجاي، احنا عايزين نرجع على الاقل بميداليه. مش هقول لك نرجع ببطوله، لأن البطوله خلاص خلاص خلاص، ضاعت، البرونزية خلاص. اللعب على راحت. البرونزية. فلا نلعب دلوقتي على البرونزيه، هو نرجع على الاقل الرابع اللي دلوقتي هيلعب على بالبرونزيه. فلوس 50,000 دولار. طيب بس المهم يعني، طيب أنا عايز أسأل سؤال مختلف شوية كده. هل السيراميكا هيرد اعتباره في ماتش في الدوري، يكسب الأهلي كده بنسبة في أول كبيرة في أول ماتش؟ احتمال. بص، عشان نبقى عارفين حاجه، مم. الدوري غير دي البطولات غير دي، الاخرى. وأنا مش يعني أنا بفصل بينهم، بس أنا ده سؤال جماهيري برضه يعني. تمام. الدوري بص، غير انا البطولات انا عشان الاخرى. تكونوا فاهمين، انا في اسئلتي مم. مش بحب اسئله فنيه خالص ولا اراء، انا بسال اسئله الجمهور عايز ايه، وده اللي تمام. اولا بيأثر برضو اولا انا على عايز برضو اطاله وقت الحلقه، يعني عشان انا عايز الفكره اقول بس. لك انا عايز اقول لك ان الاهلي مش هينزل بنفس ادائه في الدوري، اللي كان عامله في الدوري. اللي انا ده شيء نفس الوقت هيضايقني بس مش مشكله. نفس كمل. الوقت سيراميكا مش هينزل بنفس الاداء اللي كان عامله برضه في ماتش يعني الدوري. هنلعب عادي. طب يعني برضو انا سؤالي، هنلعب طبيعي. السيراميكا هيكسب الاهلي؟ انت كسبتني انا هكسبك. مش بس. مستحيل. في كرة القدم خلينا عارفين طب ان لا يوجد انتقام او رد مستحيل. اعتبار، هو يعني انت خدت مني البطوله او كده، فانا هكسبك دلوقتي هنا، خلينا زي ما عارفين احنا ان دايما على الزمالك. بيراميدز وسيراميكا داخلين البطولة دي في شرف اصلا بالنسبة لهم. ماشي. احنا مش داخلين ننافس. حتى ده بيراميدز. طب سيراميكا ممكن اقول لك تمام، هحاول حتى بيراميدز. طيب السؤال اللي بعده عشان خلاص كده تمام. يا محمود، هل كان في اي تدخلات فنية رئيسية في الماتش اثرت على النتائج؟ يعني في حد كده لقى نفسه خسران راح حب يتعادل، لقى نفسه كسبان حب يعني كده عمل حاجة؟ لا عادي يعني. تمام. طيب قول لي يا احمد، اوصف لي القوة البدنية للاعبين خلال الماتش. طبعا اسئلة سؤال عندي حاليا. تاني. ال... ال- تمام معايا انت كده؟ معاك اه. القوة البدنية مهم. بس، ما تدخلنيش في حاجات تانية. القوة البدنية. مم. لا طبعا متدمرة بسبب الضغط، الماتشات اللي احنا اتكلمنا ده فيه قبل ده كده. ده الاهلي. طب سيراميكا؟ سيراميكا مرتاح بس ما عرفش يستغل ده. طيب. حركية اللاعبين يا محمود في تنفيذ الهجمات كانت ازاي؟ هل كانت آه يعني مؤثرة، او هل المفروض مثلا الاهلي حب يهاجم فعرف، ولا حبوا ينفذوا خطة فجت معاهم بخطة مختلفة؟ وممكن هما تقول يا هما احمد فشلوا رأيك بس بعد في محمود. التنفيذ، يعني هما فشلوا. فشل بس والتنفيذ. رأيك يا احمد سريعا؟ زي ما هو قال. طيب. نتوقع ايه بقى من الاهلي في اللي جاي بعد الاداء ده؟ توقعاتكم اللي جاي بس. هل في اختلاف؟ هل زي ما احنا؟ هل اقل؟ هل اكتر؟ هل يعني ايه الموضوع؟ انا بالنسبه لي ان شاء الله الجاي مختلف، الاهلي والماتش الجاي هيكون مختلف عن اللي فات بكتير. اتمنى ده. طيب اتمنى اخر فعلا ان يكون سؤال. في اختلاف. سألتوه في اخر سؤال عن الزمالك، عن الرسالة قلنا خلاص الاهلي الزمالك فاز بالسوبر، فايه الرسالة؟ طب الاهلي فاز بالسوبر، ايه الرسالة؟
هل زي إجابتكم في الزمالك ولا تختلف؟ يعني ده برضه مهم شوية. بص، هو انا هقول لك ان بالنسبه للاهلي لا يختلف. يختلف. يختلف نفسيا وبدنيا، بس يختلف اكتر نفسيا. يختلف ليه؟ أكتر نفسي. لان انت الماتشات الجايه بعد كده انت عندك دلوقتي، احنا وصلنا السوبر وخدنا السوبر، تمام. بنفكر على اللي اكبر بقى، العين والحاجات دي. العين واللي بعده. طيب. تمام. تمام. أنا كده أعتبر خلصت أسئلتي. هل حد عايز هذا يضيف رأي حاجة؟ صحيح. لا. طيب. ماشي، أنا كده خلصت الأسئلة. كده تمام. ننهي الحلقة على كده، وممكن بقى تستنونا في الحلقات اللي جاية كده، نشوف نكمل مع بعض السوبر، ومين هيكسب، مين هياخد البرونزية، مين هياخد ال50,000 دولار ويروح بيهم وخلاص. هنشوف. آم، حد عايز يقول حاجة قبل ما ننهي الحلقة؟ لا، تمام زي الفل. نتمنى ان الحلقه تكون لا عايز نتمنى الحلقة استمتاع. تعجب الجماهير بس. تمام مظبوط. جدا. أشوفكم في الحلقة اللي جاية، والسلام.